السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ساره سمين. اللي اول مره يشوفني، تعالوا بقى النهارده هنعمل حبه قراقيش حلوين جدا. عايزه اقول لك من 3 كوبايات دي هتعملي الكميه الكبيره دي. وعايزه اقول لك انت لا محتاجه لا عجن ولا اي حاجه، بجد الموضوع سهل جدا. هتخشي المطبخ في نص ساعه هتطلعي بالطبق القمر ده، وطعمها حلو جدا بقى جنب كوبايه شاي بلبن كده في السقعه دي. حاجه منتهى الدفى واللذاذه، ريحه الخبيز في البيت في الشتاء حاجه كده بجد لوحدها تديكي شعور بالدفى. واحلى حاجه ان المكونات بتاعتنا سهله جدا وبسيطه، متاحه في اي بيت. وكمان بقى مش محتاجين ان احنا نقف وقت كبير ولا نعمل مجهود. الموضوع اللي هو نص ساعه كده تطلعي باحلى طبق قمر كده زي ده. تعالوا بقى نشوف عملنا القراقيش القمر دي ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو طبعا هقول لكم زي كل مره ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، قولي بتتابعيني منين وبحبكم جدا في الله. ويلا بينا نشوف الطريقه، يلا بينا. ونقول بسم الله. اول حاجه كده معانا نص كوبايه ميه دافيه، ولازم تكون دافية مش سخنة، عشان لو سخنة هتموت معانا الخميرة ومش تتفاعل معانا. دي معلقة كبيرة مليانة من الخميرة. لو انتي هتجيبي الأكياس هيبقى الكيس يدوبك على قد المعلقة، تمام؟ يعني استخدمي كيس من الأكياس الجاهزة، أو لو عندك خميرة زي اللي عندي دي اللي هي العلبة الكبيرة هتحطي معلقة كبيرة من الخميرة. هنزل كده بالخميرة وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر. نفس المعلقة دي عايرت بيهم معلقتين من السكر، يعني السكر بيبقى ضعف الخميرة، تمام؟ وبعد كده هقلبهم تقليبه كده كويسه وادوبهم مع بعض. وهسيب بقى الخميره بتاعتي كده على جنب 10 دقايق هنا تنشط كده معايا. نجهز بقى الخطوه اللي بعد كده. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، نفس الكوبايه اللي عايرت بيها نص كوبايه الميه هي اللي هعاير بيها الدقيق، وهي اللي هعاير بيها السمنه والزيت بتوعنا، تمام؟ يعني كوبايه واحده نمشي بيها في كل المقادير. الدقيق هنا اللي استخدمته كان متعدد الاستخدامات، تمام؟ وهنزل عليهم برشه كده من الملح ومعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. نلتزم بالمقادير هتطلع معانا مظبوطه. ودول معلقتين كبار من السمسم، وحسب حبك للسمسم حطي، عايز تحطي 3 معالق حطي، 4 حطي براحتك. ومعلقه هنا من اليانسون، وممكن تشيلي اليانسون وتحطي بداله شمر، ده متاح وده متاح. دي بقى حاجات ترجع لذوقكم انتوا في الاكل والحاجات اللي انتوا بتحبوها. معايا هنا دي كوبايه فيها نص سمنه ونص زيت. مسكت السمنه سيحتها بس ما سخنتهاش، مجرد بس ان هي فكت معايا، وحطيت عليها نص كوبايه من الزيت، تمام؟ اعملوا ميكس سمنه مع زيت هتطلع معاكي طعمها مظبوط جدا. هديلهم كده تقريبا من المعلقه، وبعد كده هبتدي ابسهم زي بس كده الكحك بتاع العيد. بس طبعا ده ما بياخدش وقت خالص زي الكحك بنقعد نبس فيه وقت، لا، اللي هو بس هخلط الدقيق بالسمنه واخلي كده كل الدقيق معايا اتشرب بالسمنه بالشكل دوت. يعني الخطوه دي ما بتاخدش معاكي وقت خالص. هبتدي بقى خلاص بعد ما قلبتهم بالمعلقه هستغنى خالص عن المعلقه، وهبتدي بقى بايدي كده علشان الم كل الدقيق اللي كان في الجوانب ده لحد ما اخلي كل الدقيق معايا يتغلب بالسمنه زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي هيبقى عامل ازاي معايا. اهو لميت كده كل الدقيق اللي كان في البوله وشربته كويس جدا من السمنه اللي احنا حطيناها، وخليت الدقيق كده بقى معايا بالمنظر ده، وبقت معايا عجينه طيعه جدا وطريه، تمام؟ هنا بقى كده خلاص هبتدي اضيف نص كوبايه الميه اللي عليها معلقه الخميره ومعلقتين السكر. انا هضيفهم على مرتين. نزلت كده بنص الكميه وهبتدي الم العجين بتاعي لحد ما اشربه كله من السوائل. الخطوه دي مش هتاخد معاكي اي وقت. بعد ما بيتشرب معايا العجين بكمية السوائل اللي انا حطيتها هنزل بالكمية الباقية. انا المقادير طلعت عندي مظبوطة جدا، يعني دي بتاعي شرب نص كوباية المية اللي انا حطيتها بالظبط، تمام؟ هبتدي بقى كده المهم في بعضيهم لحد هي بس مجرد لم، مش هنعجن. انت كده بس مجرد ما بتلميها هتلاقيها معاكي اتكونت وبقت عجينة تمام مظبوطة جدا. هنلمها كويس لحد ما نلاقيش اي سوائل، ونلاقي العجينة معانا لمت خالص من البولة ومبقاش فيه اي حاجة بتلزق في البولة. خلاص كده العجينه بتاعتي لمت زي ما انتم شايفين، والبوله ما بقاش فيها اي حاجه، عجينه طريه جدا اللي هو بمسكها كده ما بتشققش مني ولا اي حاجه، تمام؟ العجينه دي مش محتاجه تخمر خالص، احنا بس هنسيبها ربع ساعه نص ساعه بالكتير قوي اللي هي تستريح فيها. هحطها بقى على جنب كده تستريح شويه، وبعد كده بقى نبتدي في التشكيل بتاعها. هنا بعد 20 دقيقة كده كانت استريحت معايا بالشكل ده. جبت بقى العجينة بتاعتي وهبتدي كده اعملها على شكل رول بالمنظر ده، عشان هقسمها نصين عشان ياخد كل نص افرده على الرخام، واوريكم الطريقة بقى اللي انا هفرد بيها وهقطعها ازاي. فمرضتش اعملها كلها حتة واحدة علشان ما يبقاش ملخومة فيها وانا بفردها وتضايقني، تمام؟ فلما هتاخدي حتة صغيرة كده تتحكمي فيها اكتر، يعني مش تاخد معاكي وقت خالص في الفرد. على الرخامة كده مفيش أي دقيق ولا أي حاجة، مترشيش أي حاجة، وبإيدك بططيها كده لحد ما تاخد شكل معاكي مربع، تمام؟ هبتدي بقى أسويها كده بالمنظر ده عشان أخلي الشكل معايا مربع عشان أعرف أقطعها.
ضبطت بقى شكلها بالمنظر ده، ممكن تعملي الحتة دي بالسكينة مش لازم السكرابة اللي أنا شغالة بيه ده خالص يعني، تمام، اشتغلي بسكينة، بقطّعة بيتزا، بأي حاجة. هابتدي كده أعملهم بالطول، وبعد كده هاعملهم كده أقطّعهم بالعرض زي ما أنتم شايفين، وبرضه دي ترجع لكم أنتم، لو أنتم حابين تخلّوا يعني تخلّوها أطول من كده تمام، ما فيش مشكلة، يعني حسب بقى الحجم اللي أنتم عايزينه، بس أنا لقيتها كده شكلها هيبقى أحلى. وبعد كده باجيب صاج يكون الصاج مش مدهون أي حاجة، وأرُص فيه، أخلّي مسافات بس بسيطة جدًا فرق يعني مش حاجة كبيرة، لإن هي مش هتعلى أوي ومش مش هتنفش أوي يعني. والفرن بتاعنا هنا أنا كنت مولّعاه، يعني أول ما جيت أشتغل فيها وأشكّلها ولّعت الفرن على درجة حرارة 170، وهاسيبه بقى يسخن شوية كده 10 دقايق لحد ما أكمّل التشكيل بتاعي. خدت القطعة التانية اللي كانت فاضلة وبرضه هافردها على شكل كده مربع زي ما أنتم شايفين، وهاساويها بس علشان لمّا آجي أقطّعها كده يبقى شكلها حلو معايا، وبعد ما تستوي شكلها يطلع مضبوط، فأنتم سووها كويس جدًا وأنتم بتفردوها. وحاولوا كده تلمّوا الجوانب زي ما أنا باعمل كده لحد ما تتفرد معاكم، السمك بتاعها ما بيبقاش عالي أوي يا جماعة، هي لمّا بتدخل معاكم الفرن كمان بتعلى شوية، فأنتم خلّوا السمك بتاعها يبقى متوسط مش عالي أوي، تمام. باخدها الأول كده بالطول زي ما أنتم شايفين، وبعد كده بارجع بقى تاني بالعرض بقى حسب، لو لقيتها مثلًا المربع اللي أنا عاملاه كبير يتقطّع على 3، لقيته مثلًا صغير باقطّعه على 2 بس، تمام. هاخلّصهم برضه كده وأرصهم في الصاج مع التانيين. كده خلاص بقى الصاج كان جاهز معايا، هاحطه بقى في الرف الوسطاني على درجة حرارة 170، هياخد معايا 20 دقيقة لنُص ساعة حسب حرارة الفرن عندِك تابعيها، ولو احتاجت الشواية من فوق ولّعي لها آخر بس 5 دقايق. وطلعت معانا من الفرن بعد 20 دقيقة، أنا ما احتجتش أولّع لها الشواية عشان الفرن عندي بمروحة، شايفين شكلها عامل إزاي، عايزة أقول لكم بجد تحفة جدًا، جدًا، وطعمها كمان رهيب. هاكسر لكم واحدة أوريها لكم وهي قد إيه مقرمشة، بجد والله مهما أوصف لكم فيها بس بجد هي تحفة جدًا، هتدمنوها، لإني زي ما قُلت لكم إن هي سهلة جدًا، تقدري تخشي المطبخ تعمليها في وقت قياسي، إن شاء الله تجربوها وهالاقيكم بتقولوا لي يا سارة كان طعمها حلو وعجبتنا. ما تنسوش بقى زي ما قُلت لكم لايك للفيديو، وليه بتتابعوني منين، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.